يحكى عن الشاطر حامور كبير اللصوص في زمن السلطان قايتباي أنه اقتحم وعصابته دار تاجر كبير اسمه المرجوشي. وجد التاجر المرجوشي اللصوص على باب غرفة نومه، فقال للصحامور للمرجوشي: لا تخف، استر أهل بيتك، نحن اللصوص. فقام المرجوشي بسترة أهل بيته وقال لحامور: خذ ما تريد ولكن لا تقتلنا. فقال الشاطر حامور: لا عليك، ما أتينا لهذا، فقط نريد الطعام. فقال له التاجر: وكم أنتم؟ أجاب حامور: أنا و9 من الصبيان. فأخرج لهم المرجوشي 10,000 قطعة نقدية، لكل واحد منهم 1000. فقال للصحامور: لا نأخذ إلا ما نحتاجه فقط. وأخذ 1000 قطعة وأعطى التاجر الباقي 9,000 قطعة. وبينما اللصوص في طريقهم للانسحاب من الدار، لاحظ أحد الصبيان علبة فأخذها وفتحها وتذوق ما فيها فوجدها ملحا. نظر إليه الشاطر حامور وقال: بما أنك أكلت من بيت الرجل ملحا فلا يحق لنا أن نسرقه. وأمر الصبيان بجمع المال وإعادته كاملا إلى التاجر. أصر التاجر بطيبة نفس أن يعطيهم 400 قطعة، فرفض للصحامور، فنزل التاجر إلى 100 قطعة، فرفض للصحامور، فأراد التاجر أن يعطيهم طعام، انفعل للصحامور مجددا ورفض المناقشة مع التاجر، وخرج اللصوص من البيت دون أخذ لقمة واحدة بسبب حبة ملح تذوقها أحد صبيانه. العرف في وقتها كان ينص على من أكلت طعامه أو شربت ماءه أو رددت عليه السلام فمن العار أن تؤذيه ولو كنت لصا. فيا ليت لنا أخلاق هذا اللص بلا عمل. طبتم وطابت متابعتكم وتبوأتم من الجنة مقعدكم. في أمان الله.